ايه رأيكم نعمل مع بعض الحواوشي؟ أكلة ليها شعبية كبيرة والناس كلها تقريبا بتحبها، بالرغم بساطتها وإنها من الأكلات السهلة والسريعة اللي بنحب نعملها لما بنكون مستعجلين قوي أو مش قادرين نقف في المطبخ كتير. بس في حاجات كده أو تريكات بسيطة بتطلع الحواوشي أحلى. فتعالوا أقول لكم أنا عملته إزاي، بس يا ريت الأول نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك كتير. واللي أول مرة بيشوفني، أنا رغدان. أول حاجة أنا استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة، يا ريت تبقى مفرومة وشين، ولازم يبقى فيها نسبة دهون. والأحلى كمان من الدهون إن أنا خليت الجزار يفرم لي عليها نسبة ليا 50 أو 60 جرام بس على نص كيلو. أنا مش بحب زيادة، عايزين تزودوا زودوا. حطيت بقى التوابل: ملح، فلفل أسود، كمون. حطيت توم باودر ربع معلقة، وحطيت بصل باودر برضو وربع معلقة، ومعلقة ونص صغيرة من البهارات اللحمة، وبرضو القرفة ربع معلقة، والكمون نص معلقة. انا بقى كنت مقطعه بصل، مقطعاه صغير، بصلتين او ثلاثة وسط، وفلفل حامي، وفصين توم. هحط كل ده على اللحمة، وهبتدي بقى اعجنهم مع بعض كده، نعجنهم دقيقتين ثلاثة لغاية ما كله كده يتجانس مع بعضه كويس، وتبقى شكلها ناعم كده كده بالظبط. هبتدي بقى اجيب العيش اللي هحط فيه اللحمه، هنفتحه كده من فوق. يا ريت العيش يبقى فيه سمك شويه اكتر، كمان هيبقى احلى كمان من اللي انا عملته. بس انا ما كانش متاح ان انا معرفتش اجيبه اللي هو بيبقى فيه سمك شويه، عارفينه ده. بس هنفتحه من فوق وهنحشي اللحمه. انا بحب احشيها اللحمه تبقى وسط السمك بتاعها عشان تستوي اسرع. هندهن بقى الصينيه اللي هندخلها الفرن سمنه، وبعدين هنحط العيش فيها، العيش اللي احنا حاشينه اللحمة بتاعت الحواوشي. انا النص كيلو ده عمل 8 أرغفة من الصغيرين، يعني العيش ده كان صغنون عمل 8. حابين تزودوا حابين تقللوا براحتكم خالص. وبعدين بقى هدهنها فوق الوش كده السمنة تاني، وبعدين هندخلها الفرن درجة حرارة 200 220. الرف اللي تحت خالص، مش هنولع الشواية خالص. وهنسيبها ونتك كده عليها بالسباتيلا لغايه ما تاخد اللون اللي انتوا حابينه. انا بحب يعني بحبها بصراحه نص تحميصه كده، يعني احنا بنحبها مش محمصه زياده. عايزين تسيبوها اكتر سيبوها. وبعدين هنقلبها، وبرده نتك كده بالسباتيلا اثناء ما هي بتستوي. وكده كانت خلاص استوت من ناحيتين، حلوه جدا. مش قادره اقول لكم، من بره كده واخده تحميصه وسط، ومن جوه اللحمه طريه. نسبة الدهون اللي بتبقى في اللحمة المفرومة هي اللي بتحلي الحواوشي، بس زي ما قلت لكم انا مش بحب ازود برضو اوفر. في ناس بتحب الدهون اكتر فتقدر تزود، اللي هي بالذات بتحليها جدا. ولو ما ينفعش ان انتوا تحطوا عليها دهون، ممكن تحطوا معلقة او معلقتين سمنة بلدي او سمنة، حتى اي سمنة في اللحمة وانتوا بتعجنوها كده مع بعض، هتدي برضو نتيجة حلوة قوي. الحواوشي من الأكلات زي ما قلت لكم السريعة الخطيرة، اللي بنعملها في دقايق، مش بتاخد وقت طويل خالص. وطبعا أساسي معاها سلطة الطحينة، بتوديها في حتة تانية. وبس كده الفيديو بيكون خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو كتير. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.